ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها حفظه الله من نقمته وعذابه، وكانت له نجاة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوة، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمة. وللصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حفظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، لا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. ومن حفظ الله للمصلين أن صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. أما من ضيعها فقد توعده الله بالهلاك والشر العظيم. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكيف هي صلاتنا؟ هل حفظناها؟ هل راقبنا الله فيها؟ هل تدبرنا قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ كم مرة تفوتك صلاة الجماعة؟ كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تنام عن الصلاة المكتوبة؟ والله لن يستقيم الحال إلا إذا استقام العبد والأمة في أداء الصلاة.